تعالوا بينا النهاردة هنعمل أحلى ترند كيكة برازيلية، بس بجد الطعم خطير. حاجة كده جوسي مسقية باللبن، بس بجد بجد لما جربتها خطيرة جدا جدا، فعلا تستحق التجربة. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. أول حاجة هنا معايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، 3 بيضات كبار. لو البيض اللي عندك صغير ممكن يكونوا 4، يبقوا 3 بيضات كبار. النهارده ممكن تستخدمي الخلاط او ايديكي او المضرب السلك او اليدوي، اي حاجه براحتك المتاحه عندك. حطيت عليهم كوبايه سكر، وحطيت عليهم باك فانيليا، وضربناهم حلو قوي في الخلاط عشان نضمن ان السكر داب تمام. وبعد كده نص كوبايه زيت، بس الزيت يكون نوعيه نظيفه علشان طعمه طبعا ما يطلعش مش حلو طبعا في الكيكه بتاعتنا. الكيكه دي مختلفه عن اي كيكه انت بتعمليها نهائي. وحطيت كمان عليهم معلقه خل كبيره، وكمان هنحط كوبايه لبن كبيره. كوبايه لبن بكوبايه المج العاديه بتاعتنا بتاعت الشاي. استخدامنا كل واحد يا جماعه. الكوبايه اللي عاير بيها الزيت عاير بيها الدقيق عاير بيها كله. تمام تمام. بعد ما ضربتهم حلو قوي في الخلاط ببتدي بقى اشوف المواد الجافه بتاعتي. انا هنا معايا كوبايتين دقيق من دقيق سنبله الفرات متعدد الاستعمالات. طبعا انتوا عارفين ان انا الدقيق ده بستخدمه على طول في كل شغلي. وبعد كده معايا هنا كيس كيك شيف، طبعا كلنا عارفينه، بنجيبه من عند العطار، من عند اي مستلزمات حلويات، من عند يعني موجود في كل حته. بقلبهم حلو قوي، وبعد كده بنزل عليهم بنص كوبايه جوز ناعم. الجوز بقى عندك ناعم خشن، لو هو خشن قوي وحابه تضربيه في الخلاط اضربيه. لو انت بتحبي طعم الجوز قوي ممكن تخلي الدقيق كوبايه ونص والجوز كوبايه. بس طبعا انا مش بحب الطعم يبقى اوفر قوي بتاع الجوز، حطيت نص كوبايه وحطيت كوبايتين دقيق. وببتدي بعد كده انزل بالسوائل بتاعتنا اللي احنا ضربناها في الخلاط، بقلبهم تقليبه حلوه قوي قوي مع بعض. اهم حاجه اضمن ان مفيش اي دقيق في قاع البوله لسه راكن. وفي نفس الوقت ما ننساش بنكون مسخنين الفرن على درجه حراره 180 رف وسط. لغايه كده تمام، مفيش اي صعوبه. بنحضر الصينيه بتاعتنا، اما بندهنها زيت وبنرشها رشه دقيق، بنغلفها بالدقيق، او لو عندك ورق زبده اعملي المتاح عندك اعمليه. الصينيه دي مقاس 20 في 30، كانت حلوه جدا جدا ومناسبه مع المقدار. اخدت حوالي 40 دقيقه في الفرن هنا بعد ما طلعت. وانا طبعا هسيبها تبرد علشان اعرف اشتغل بيها. اتاكدت طبعا ان هي تمام استوت تمام. هنا بعد طبعا ما سبتها بتاع ساعتين 3 تبرد، ابتديت هنا انزل ورق الزبده بتاعي. بس الكيكه بقى بصراحه يا جماعه طالعه بجد تحفه. يعني مش كمان بغرض ان احنا النهارده نعملها كيكه البرازيليه النهارده، حتى لو هي كيكه عاديه بس بجد طالعه تحفه جدا جدا جدا. وطعمها بجد خطير بعد ما حطينا معاها اللبن. مش قادره اقول لكم بصراحه يا جماعه. شايفين الكيكه يا جماعه طالعه عامله ازاي المسامات؟ بجد بجد تحفه. الكيكه نفسها كانت خطيره جدا جدا. المقدار ده عامه مع الكيك العادي جربوه هيطلع معاكم تحفه. صينيه 20 في 30. ببتدي هنا اسلك كده الكيك بتاعي من ورق الزبده وبطلعه كله بره كده، اسنده على القاعده بتاعتي. وبعد كده بخليه على جنب علشان هقول لكم الخليط اللي احنا هنشتغل بيها يكون ايه. الكبيره ديت لو حبيتي تقسميها 2 عشان خاطر ولادك اقسميها. اعملي بقى صينيه واتنين كده، راضي اللي حواليكي، راضي حد نفسه فيها ومش عارف يعملها. نراضي بعض يا جماعه، نراضي بعض. بعد كده هنا معايا نص كوبايه لبن مكثف، حطيت عليها كوبايه لبن حليب، وبقلبهم حلو قوي مع بعض. الميكس ده تحفة يا جماعة. مش قادرة اقول لكم مع تسقية الكيك عمل ايه مع الجوز، بجد بجد تحفة. هنا كان في شوية طبعا لبن كده راكنين في الكوباية، حطيت عليهم شوية لبن حليب وقلبتهم ونزلتهم طبعا هنا مع الميكس بتاعي اللبن المكثف مع اللبن الحليب، وقلبتهم تمام. وكمان هكون محضرة هنا معايا هنا كوبايتين جوز ناعم، يعني يا جماعة وسط، مش ناعم قوي ومش خشن قوي، الوسط بتاعنا. انا هنا كان خشن ضربته في الخلاط. ببتدي هنا بقى اسقي الكيكة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده في اللبن، وارجعها على الجوز، اصفيها كويس من اللبن وابتدي احطها في الجوز زي ما انتم شايفين كده. بجد ميكس تحفة.
الكيكة دي يا جماعة عاملة بجد قلبان، طعمها حكاية. كمان لما بتتحط في التلاجة وبترتاح ساعة واتنين، مش قادرة اقولك تحفة. ببتدي طبعا بعد ما بحطها في اللبن وبحطها في الجوز بتاعي، وبخلص المقدار كله زي ما انتوا شايفين كده بنفس الطريقة. احط في اللبن واقلبها كده على الجوانب، وبعد كده اروح مرجعاها على الجوز. اخلصها في اللبن وبعدين ارجعها على الجوز. بنخلص المقدار كله بنفس الطريقه. خلص منك الجوز بتضطر ان انت تحطي شويه كمان. بس اللبن يا جماعه المقدار بتاعه مظبوط على الصينيه دي، وكوبايتين الجوز برضو مظبوطين بالظبط بجد، ما تبقاش حاجه من هنا ولا من هنا. هنا طبعا بعد ما خلصت انا هبتدي هنا كمان عشان امشي بقى على الترند بالظبط. هبتدي الفها بورق الفويل. الورق الفويل ده يا جماعه بقى فايدته ايه؟ بيخلي الكيكه بتحتفظ بطعم اللبن بتاعها، وبتفضل تحسي ان هي طريه وجوسي، ما نشفتش من التلاجة او طعم اللبن ما راحش منها. الورق الفويل بيساعد فعلا الكيكايه كده على كده لما بنحطه في التلاجة. لو حطيتيها كده عاديه بتحسي ان هي نشفت، والطروف طبعا نشفت، وطعم اللبن راح منها، وتحسي ان هي مش جوسي كده وطريه. الورق الفويل خلاها محتفظة بده كله بجد بجد. كان طعمها هايل جدا. هنا ده طبعا الكيكايه كلها بعد ما غلفت الجزء ده، والجزء ده طبعا برضو هعمله ورق طبعا فويل وهغلفه علشان تبقى كلها زي بعضها، علشان ما يبقاش جزء مثلا زي ما انتوا شايفين كده والجزء التاني ما احتفظ بطعم اللبن بتاعه. تابعوني دايما يا جماعة على صفحتي مملكة الحلويات، هنلاقي كل جديد. أهم حاجة الجرس ونشترك في القناة، وشكرا.